حقيقي بقى دي من احلى الكيكات اللي ممكن تجربيها. الماربل كيك او الكيك الرخامي او كيكه التايجر، سهله وبسيطه وبتنجح معاكي من اول مره ان شاء الله. معايا 3 حبات من البيض، عليهم كيس من الفانيليا، عليهم كوبايه ونص من السكر. اخلط السكر والبيض كده لحد القوام ما يبقى كريمي كده، ممكن بالمضرب الكهربائي او في الخلاط عادي. اضيف عليهم كوبايتين ونص من الدقيق ومعلقه كبيره من البيكنج باودر، واقلب الخليط ده. هيديكي خليط تقيل كده، مش خليط كيكه خالص. هنعمل ايه بقى؟ الخطوه الجايه ديت هتخليها هشه جدا. انا معايا كوبايه من الحليب و150 جرام من الزبده، هاخدهم اغليهم على البوتاجاز واضيفهم على الخليط اللي انا عملته. الخطوه دي بتخليها هشه جدا ومرتفعه. بقى معايا قوام كيكه مناسب جدا. اقسم الخليط ده نصين، اضيف على نص منه معلقتين كبار من الكاكاو، عليهم معلقتين من الحليب. هعمل نص فانيليا ونص شوكولاته. معايا القالب بقى اللي هيدخل، ادهنه بالزبده وارش فيه رشه دقيق، واحط الخليط بتاع الكيكه بقى في اكياس حلواني او اكياس تلاجة عادي خالص. الخطوه دي بتسهل عليا الشغل على طول. اكون مولعه الفرن على درجه حراره 180، الشبكه في الرف الوسطاني. بدخلها على الشبكه، بتاخد حوالي من 35 ل 40 دقيقه، بتطلع بالجمال ده. اسيبها تبرد. وبعدين معايا هنا 100 جرام من شوكولاته بالحليب، او ممكن تقدمها ساده عادي واضيف عليها معلقه من السوداني كده. بس الخطوه دي بتديها حلاوه اكتر يعني. بجد كيكه دسمه وحلوه جدا. هدخلها التلاجة بس تتماسك كده. وبعدين بتقدميها بقى جنب كوبايه شاي، بجد بتبقى طعمها حلو جدا. الفانيليا مع الشوكولاته مع الشوكولاته اللي فوق دي عاطيه طعم مختلف تماما عن اي كيكه. جربوها وانا متاكده ان شاء الله ان هي تعجبكم. اهم حاجه ما تنسوش تدعموني بلايك وكومنت حلو منك، وشير الوصف.